رئيس حي الملاح، بحب نرحب بحضرتك في البدايه. اهلا بيك. ايه راي حضرتك في المبادرات الشبابيه الفتره دي لتنظيف ميادين بورسعيد؟ مبادرة محمودة في الشكل. حي المناخ والمحافظة كلها بالكامل بتدعم مثل هذه الحملات اللي بتهدف المشاركة الاجتماعية بعيد عن أي توجه سياسي. هدفها التجميل ورفع الأذى البصري عن العين، ودي اصلا من ملوثات البيئه. من ضمن ملوثات البيئه فعلا هو التلوث البصري. ظهرت في الاونه الاخيره بعض العبارات الغير مرغوبه اللي تخرج عن الاداب العامه وتمس الحياء يعني وتبعد عن الاخلاق. المبادره الطيبه الجميله من شباب جميل طيب بيحب بورسعيد وبيحب مصر. هدفها الوحيد هو ابراز بورسعيد بشكل جمالي، محو الاثار السيئه على حوائط موجوده في الحي عندي، او سواء حوائط على المؤسسات او حتى العمارات السكنيه. احنا بنشكرهم، احنا بندعمهم، احنا معاهم، لان دوت هدف من ضمن اهدافنا اللي احنا بنسعى لتحقيقه، وهو البيئه الطيبه اللي بنوفرها للمواطن البورسعيدي بشكل عام. راي حضرتك ايه في فكره ان هم يشيلوا عبارات الموسيقى ويكتبوا عبارات دينيه ترضي جميع الاطراف؟ يعني اقول لحضرتك اولا احنا بنشيل العبارات الموسيقى للاسف. احنا بس ما تبقاش يعني هم النهارده بيشيلوها وجايبين بويا، مش شايف بويا وادوات معاهم خوفا من اعاده هذا. كان ناقشت بعض الشباب منهم قالوا ان احنا خوفا من اعاده هذه الالفاظ وكتابتها مره اخرى. فاحنا بنقول بنخاطب اللي هيعمل كده، بنقول له خلي عندك وازع من الدين، وبنقول له رساله ان ماطة الاذى عن الطريق صدقه، واحنا بنميت الاذى، ما تجيش انت تحط الاذى تاني. واحنا بامانه يعني احنا دي مبادره زي ما بقول بكرر مبادره محموده، واحنا بنشجعها وبندعمها. باسم شباب بورسعيد كله بنشكر حضرتك عشان مساعدتك وعلشان خاطر دائما حضرتك معاهم في اي مبادره عشان خاطر بورسعيد. لان جميع المبادرات اللي بيعملوها مبادرات بصراحه فيها اضافه اجتماعيه ولمسه جميله. احنا بنحب نكون موجودين، لان دول من جواتنا اللي احنا بنعمل زيهم. انا بشاركهم مش مجرد مشاركه وجوديه بس، لا مشاركه فعليه. احنا نمسك الفرصه ونعيد دهان هذه الاماكن بشكل يليق بالنسق الحضاري للمكان. وكله شكرا ليك. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا.